هنا في استاد الثمامة، حيث يطل عليكم العنابي بطل آسيا من جديد بإطلالة جديدة. يريد في كرة عرضية تأتي، ما زالت له أمام يحاول فيها لكن طالت. من سيدخل التاريخ سيسجل أول هدف في تاريخ الكرة، ولكن برافو بيدرو. وصلت الكرة، التصويبة تأتي بعيدة إلى خارج الملعب، مرت بسلام إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. حذاري عبد الكريم، حذاري من سرعات، هنا التصويبة تأتي لكن مرت بسلام إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هنا اسماعيل السارو بالمناسبة عربية، كرة منقولة لمصلحة العنابي، وصلت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى عند أحمد الإفريقية في 3 مرات. المنتخب والتسديدة بعيدة إلى خارج من السنغال. عرضية ترسل عالية، الراسية تأتي خطيرة، مرت بسلام على مرمى الحارس مشعل برشم. سلامات، هناك إصابة للاعبين. سلامات لاعب المنتخب السنغالي فيما يبدو عبدو ديالو، وقع على أرضية الملعب. نعم عبدو ديالو خاطئة، بعد ذلك عرضية لا تأتي ولكن مشعل ممتازة من مشعل برشم. الراسية ما زالت قائمة، أكرم والتسديدة لكن بعيدة نعم بعيدة كانت الكرة، لكن برافو العنابي. كرة تصل طولية، منقولة الكرة المعز سقوط وخطأ على خليدو. حكم طبعا هو السيد ماتيو لاهوز، الحكم طبعا غني عن التعريف، هذا الحكم الاسباني. وحيد وصلت من جانب السمالي، يحاول فيها لكن برافو عاصم دبو، اللاعب الذي يمتاز بقوة بدنية وكذلك سنغالية. عرضية ترسل، تغطية موجودة من احتياج لقطر ولا ذاك للسنغال بالنسبة لهدف أول حتى الآن غائب في هذا اللقاء. تدخل كان موجود، صفرة كانت في اللقطة الماضية، ركلة حرة مضي. العرضية ترسل عالية، كريم يا كريم طريق حارس المرمى مشعل برشم، لكن هنا التسديدة تأتي إلى خارج الملعب، وخطب الراية مرفوعة والتسلل كان موجود. مصلحة منتخب السنغال عرضية لكن وصلت سنغالية لكن سهلة أسهل عند الحارس. عبد الكريم عند كرة، عبد الكريم يحاول يمرها باتجاه إدريس، عادت إلى الزمالي لكن بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. المباراة الثانية بالنسبة لهذه سنغالية، تمريرة بعد ذلك التصويبة تأتي بعيدة إلى خارج الملعب. بعيدة كانت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. يلعب في هذه اللحظات منقولة عالية من ياكوبس، راسية. هناك كانت ركلة جزاء لكن أكرم، يلا نعوضها يا أكرم. هذه الكرة لمصلحة منتخب السنغال، خطيرة تمرير أكرم، هي ركلة جزاء يا السيد ماثيو، ركلة جزاء يا السيد لاهوز. هذه تأتي من ثم خطأ من خوخي بوعلام يكلف العنابي الهدف الأول لأسود تيرانغا. السنغال تسجل، اسماعيل والتمريرة هي من المعز، أكرم والعرضية بعد ذلك الابعاد. وصلت هذه الكرة من بيدرو ومن ثم اسماعيل محمد، تحولت إلى خارج. ما زال أكرم، ما زال عرضية تأتي المنتخب السنغالي، فرصة لا تأتي عرضية، يرسل كرة طولية سنغالية في ذي الركلة الركنية، منقولة كرة عالية تغطية، فمارا يسجل ثاني الأهداف السنغالية. فمارا ديديوم يسجل ثاني الأهداف السنغالية بكرة راسية سكنت شباك مرمى الحارس مشعل برشم، وأعلن من خلالها منتخب. هنا تمريرة محاولة قائمة والتسديدة بعيد، مرت بسلام، ركلة مرمى الهيدوس، هذا جول ضاعت الكرة الماضية. حارس المرمى دوارميندي تصدى للكرة الماضية لكن المحاولة قائمة، العرضية ترسل، الراسية والابعاث إلى بيدرو يا بيدرو
وبعيدة والتسلل كان موجود. التسلل كان موجود. أكرم وتمرير المعاز. يحاول فيها أكرم، يتوغل أكرم يريد أن يمص. لديه كرة عبد الكريم والتصويب. الله يا عبد الكريم من هذه المسافة سدد لك كرة قوية، كرة لافة راسية. الكرة بتعود بعد ذلك. هناك خطأ للمنتخب السنغالي. يرسل كرة طولية عالية خطيرة، جول. ركلة ركنية. الكرة إلى من عبد الكريم لكنها مقطوعة. تعود من جديد همام الأمين. أراد المرور من أمام ميندي بطريقة مهارية فنية. إسماعيل في محاولة عرضية والراسية. خطيرة. وفي وقت الفرح وفي وقت إشراقة الأمل السنغال تسجل ثالث الأهداف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.